بالنسبة للفتح الرباطي الذي يحرز أول لقب له على الصعيد القاري في مباراة سجل فيها 5 أهداف. الأول كان عن طريق عبد الفتاح بوخريس لصالح نادي الفتح الرباطي في الدقيقة العشرين من الشوط الأول من كرة ثابتة. هدف التعادل أيضا كان من كرة ثابتة بفضل حمدي رويد في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول من المباراة. بداية موفقة للنادي الصفاقسي من كرة ثابتة أيضا من ضربة جزاء نفذها وسجلها كمال زعيم في الدقيقة 47 من عمر الشوط الثاني. من كرة ثابتة أيضا عدل النتيجة محمد الزويدي بالنسبة لنادي الفتح الرباطي بهذه الكيفية، أو بعد كرة ثابتة كان هدف التعادل من خطأ فادح من الحارس، ثم هدف خامس رائع جدا أنهى به الفتح الرباطي هذه المباراة بامتياز بفضل الاحتياطي محمد زويدي مسجل هدفين، الخامس طبعا بالنسبة للمشاهدين والثالث للفتح الرباطي. كان رائعا هذا الفوز الجميل الأول من نوعه والنهاية الفتح الرباطي بطل الكاف موسم 2010، بطل عن جدارة واستحقاق، اغتال حلم التونسيين هنا بالطيب المهيري، ذكرنا بالرجاء ومشوار الرجاء عندما توج بلقب دوري الأبطال في أمسية رمضانية هنا أمام الترجي التونسي. ها ويعاد الشريط من جديد، هذه المرة مع أولاد رباط الفتح الذين صنعوا الحدث منذ بداية المشوار أمام بركة، أمام ساناكو، أمام حرس الحدود، وأمام الاتحاد الليبي. والنهاية السعيدة اليوم بملعب الطيب المهيري بتتويج الفتح الرباطي. نعم، دخل التاريخ بأول لقب للفتح الرباطي والرابع في تاريخ الكرة المغربية بعد الكوكب المراكشي مع عبد القادر يومير، بعد كذلك الرجاء مع أوري ميشيل، بعد الجيش الملكي مع محمد فاخر، هو الحسين عموتة يفوز مع الفتح الرباطي. إذن هي النهاية السعيدة والخبر اليوم بالبونت العريض